بس حجابك وخمارك يا بنتي. اول ما لقيت جه زي ما انت لا ما تبصش على الفيو بتاع الفيديو ان هي لبست الحجاب 5 مليون، ها يزغلوا له العين. بيخرجوا نص شعرهم من الطرحه. يا اختي كنتوا مسلسلين في 30 يوم رمضان. بس التريقه يعني وكده ولا ده بجد ولا انت في ايه؟ الصابت بس تعالى بلاش هك. كزبره اتشهر بقى ليه شبيه كزبره. اي حد بيتشهر النهارده تاني يوم اطبع له شبيه. بالنسبه لي لسه اجازه العيد خلصانه حالا وحشتكم. بقالي فتره طويله قوي ما انقطعتش عنكم الانقطاع الكبير ده. وانا مريح القناه هكرت لمده ساعه تقريبا كده واتعمل لي تسجيل خروج بس لحقت الدنيا انا في اخر لحظه. وقبل ما اخش ايه ده التيك توك بتاعي اتهكر هو كمان. تيك توك اتهكر. ده مهكره من 4 ايام نزل عليه فيديوهات من الهاكر. يعني هو هكر القناه بتاعتي الاول والحمد لله لحقتها، بعد كده هكر الانستجرام وهكر الفيسبوك. لما هكر فيسبوك والانستجرام انا ما لحقتوش، دخل معايا على الاكونت وقعد ينزل بوستات وستوريهات. اللي مستغربه بقى في كل ده ان هو اصلا ما غش الباسورد، يعني هو سايق وقاعد معايا كده يعني فريندلي فشخ. اول مره اشوف هاكر طيب كده. الى الان الامور تحت السيطره، مستقبلا بقى مش عارف ايه اللي هيحصل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وادعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب ويقوم يا رب على اللي هم فيه، وتنزل وتديني اقوى لايك عندك. يا جماعه لو انت بتتفرج على لحد دلوقتي ومش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه عشان في نسبه كبيره قوي بتتفرج عليا مش مشتركه، وانا بقالي كتير ما قلتلكوش تشتركوا في القناه. فانت مستني عزومه؟ مش مستني عزومه، اشترك. انت يا اخويا هتعملهم عليا؟ لا يا حبيبي، ده انا نعمة الله والاجر على الله. هو ده ساهر منذر ولا دي شبيهته او شبيهه؟ انا ما عادش في حاجه مضمونه. كتاف دي مش كتاف بنت والدراعات دي مش دراعات بنت. بصي تعالي هنا كده تمام. حطي فلتر هتبقي قمر. انا هقول لك حاجه كده يعني انا قمر انا عسل انا سكر وخلصنا يا اختي تمام. انا ما بحطش فلترز. اللي يحبني يحبني بكل ما فيا فلترز وانا قمر وخلصنا. فلترز اوه ماي جاد اتس كول. هي ما بتحطش فلترز نايس. قولي لي بقى منك لا عايزين ايه؟ تعبتش منكم. عايزين كوتشي. انا اللي تشابش منك. وجني حرام عليكي. وانتي؟ انا عايزه كوتشي. وانا عايزه شنطه. يبقى نعمل اعلان ونجيب فلوس ونجيب لهم كوتشي وشنطه. طب بقول لك ايه؟ بيقولوا في مكتب كبير قوي باب الشعريه اسمه مكتب دون. عرفت منين يا مساعد؟ هو في حد ما يعرفوش؟ يلا قوموا هتلبسوا ولا انتوا لابسين؟ احنا لابسين. يلا نقوم نروحوا. قبل ما بتروح المشوار بتكون المنطقه كلها عارفه هي رايحه فين. صوتك يوطى شويه نسمعك برضه وهتفضلي بيئه زي ما انت عادي. ايه رايك في الكوتش ده؟ جميل. بصي مش كنت طالما بتعمل لك اعلان والله لو قلطت قدامها كده ايه القلوش الجميل ده؟ انا ما شفتش قلوش ريحته حلوه كده. لا ده انا جوق بقى. ايه ده؟ جميل. ده يا عسل بكام؟ قول انت بكام؟ ب 200 جنيه؟ ايه؟ ب 200 جنيه؟ لا امال بكام؟ قولي حاجه تاني، قولي سعر تاني. اغلى ولا ارخص. اقل من 200 جنيه ده اكيد اوريجينال. احنا بعناه بدونز بكام ده يا مساعد؟ بكام؟ ب 50 جنيه. بكام؟ وربنا ب 50 يعني ده ب 50 جنيه؟ والله العظيم. الكوتشي ده لو مصنوع من ورق فلوس كاب يعني هيكون اغلى من كده. ايه الخامه اللي هو معمول بيها؟ هو انت متابعه اسعار الذهب ليه؟ تعالي بس تعالي مالكيش غير فريده اقسم بالله. بصي شايفه والنبي يا اختي لا دلعك ليكي لما تبصي في المرايه وتشوفي السلسله دي كده قد ايه هتتبسطي. هي اكيد لو معاها تمنها هتتبسط اكتر، ولو معاها تمنها برضو مش هتستنى فيديو زي ده عشان تنزل تجيب يعني. برضو دي معلومه. تامر حسني انا بقيت بشوف اشباه الفنانين اكتر ما بشوف الفنانين نفسهم والله العظيم. مصر هي اكتر دوله فيها اشباه فنانين، ومش اشباه فنانين مصريين بس، حتى اشباه فنانين اجانب. عندك امبابي نيمار راموس فان دايك كله. بعشق العصافير بتاعتي، طول عمري بربي عصافير. يحبوا ايه بقى؟ يحبوا الفلفل الحامي. بصوا ده قرن فلفل حامي اهو. العصافير بتحب الفلفل الحامي؟ ده بجد ده ولا هي بتعذبهم؟ بصوا بيتعاركوا عليه ازاي؟ ثانيه واحده. بيتعاركوا، لازم يتعاركوا عليه. هم مستعجلين على الموت من اللي انت بتعملي فيهم. بتاكلي عصافيرك فلفل حامي؟ انا الشحط الطويل كده بيجيب لي اسهال. هيعمل ايه في بطن العصفور؟ هيفشخه. بصوا بيكونوا مستنيين قرن الفلفل الحامي. امبارح كنت جايبه بطيخ حطيت لهم بطيخ. طبعا انا بجيب اكل عصافير، حتى اكل عصافير، بس لازم بقى ننوع لهم في الاكل. ساعات بحط بطيخ، ساعات بسلق بضايه وبطيخ وقرن فلفل حامي. حط لهم سم اسهل والله. بقول لك ايه؟ هو فين محل السر اللي بقول لك ايه؟ بدايه فيديو اعلان فاجر. خلاص بقى ارحمونا من المساك ده بقى يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه؟ ما تيجي اما اخرم لك ودنك بصوتي. 14 شايل 14 برو ماكس بحواجبك السودا وقصتك الصفرة دي. فعلا الحياه ليست عادله. حاج بيبيع شخته شخه بجنيه. شباب
انا مش واكل شباب انا مش فاكر من الطبق دوت اللي ما تبعتوا لي فلوس عشان انا عويل. من اللي فوق النبي دوت ولا احط فلايه ولا اي حاجه في بقي الا لما تخشوا اللايف وتبعتوا لي الكلب اللي بيعمل كده، الكلب اللي بيعمل كده واكل على طول. بس انت عايز كلب هو اللي يعمل لك كده؟ يلا كفايه عتا يلا، انا بنصحك والله مش بتريق عليك، انت خدها بتريقه ست معتوه الله يزعل ولا اتفلق ده كنيله. هو كان بيقول لي ان انا اطلع تيست حمل وكده بحكم ان احنا متجوزين، وفاجئوا ان انا حامل في الفرح. يعني هتجيب هديه؟ انا اصلا مش حامل. كان عايز يعمل مقلب في الجمهور ان انا حامل، بس انا اصلا مش حامل. في الجمهور مين دول الاول؟ انا عمري اشوفهم في اختبار حمل فاتني يا جماعه، مش تمنشنوا شكلكم نمتوا في العيد. يعني لو هتجيب هديه لفه هديه وتديها له وتقوم فاتحاها فجاه وتديني التست اللي هو بالنسبه لمامتها. بما انه هو اختبار فيك اصلا، مين اللي عمل بيبي على الاختبار، انت ولا هي؟ ما هو اختبار فيك يعني مش هتفرق البيبي بتاعك ولا بتاعها. معلش ان انا بتدخل في التفاصيل المقرفه دي. باباها وقرايبها وكده لما يشوفوا تيست الحمل. ايه المشكله؟ احنا متجوزين بقى لنا لا مش قصدي، ما هو مش حقيقي. ما هو عادي، هم عارفين ان احنا بنعمل مقالب. ده مش مقلب يا جماعه، مش مقلب. انتوا دلوقتي لما تعملوا مقلب للجمهور ان انت حامل مثلا، هل الجمهور لما يعرف ان انت حامل هيفرح فشخ؟ هو انت حامل من الجمهور حضرتك؟ لا مؤاخذه في الكلمه، احنا المشاهدين عادي بنتفرج كده عادي ما نعرفش اي حاجه، احنا هبل. فسواء عرفنا ان انت حامل او مش حامل ولا تفرق لهم بجنيه. الناس بتحب تعرف اسرار غيرها، المحتويات العائليه الخصوصيه، كلتوا ايه النهارده، شربتوا ايه النهارده، مراتك حامل النهارده ولا لا، التفاصيل العائليه اللي انا لو صنطتها لحد من جيراننا مش هعرفها، انتوا بتعرفوها لنا دايركت على طول. الناس بتحب كده، فبالله عليك مفيش حاجه اسمها احنا بنعمل مقلب في المتابعين. بس حجابك وخمارك يا بنتي، البسي لان ده الطهر والعفاف في زمن ما فيهوش لا طهر ولا عفاف. اتبسي وتمسكي بفرد من الفروض وقولي يا رب. دي سوزي ربنا هداها تقريبا في 5 يوم رمضان 6 يوم رمضان في الحدود دي. اول ما لقيت جه زي ما انت شايف كده، تفهمش بقى الطرحه ضاعت منها، مش لاقيه دبوس تشبكها، في حاجه حصلت عندها. لا ما تبصش على الفيو بتاع الفيديو ان هي لبست الحجاب 5 مليون يزغلوا له العين. لا ما تقولش ان هو ترند، اكيد مش هتاخد الحجاب ان هو ترند، وتقريبا 400,000 لايك. فانت شايف مدى التاثير، الناس اتاثرت ازاي ان هي اتحجبت وبقت حاجه كويسه. الحجاب بقى زيه زي الزينه بتاعت رمضان، بنلبس الحجاب وقت رمضان، يخلص رمضان نقلع الحجاب يلا اديها بقى. لا واول ما لبست الحجاب عملت لك فيديو يقول لك ايه؟ البسي حجابك وخمارك يا بنتي. البسي حجابك وخمارك يا بنت، البسي ده انا هلبسه يومين واقلعه. ما انت يا زوزي لو عامله فيديو زي ده عشان تاثري في الناس ان هم يلبسوا الحجاب، ولو في حد متخلف عقليا يعني بيتاثر بيكي، ما برضه المتخلف عقليا اللي اتاثر بيكي ده هيتاثر بيكي لما تقلعي الحجاب ويقلع زيك. انا بخش في تفاصيل مالهاش لازمه صح؟ بأوفر انا. انتوا الله يكون سخنة سهلة وسريعة. انت لا ما بفهمش منك حاجه في اول الفيديو بتاعك. انتوا الله يكون سخنة. هو كان بيقول ما تنسوش اللايك والليش، تحس ان حد شده كده وهو بيسجل. خد كمل الجمله. سهلة وسريعة. ماشي يا جدعان. حاجه سهله وسريعه. المية. كوباية المية يا جدعان. يا جدعان. نجيب نص ليمونة بعد ما قطعتها. ايوه. بس كده حطها في المية مفيدة يا جدعان الليمونة. نص الليمونة التانية في الكوباية. تمام. الليمونة حطينا في المية ديت هنسيبها. انت هتعمل اختراع فاجر صح؟ بس كده المية غلت. الليمونة غلت. بس كده هننزل بالمية بالليمون. مية والليمون. كتير يا جدعان، مش لكن كتير بقى يا جدعان. ماشي. بس كده زدت بالليمونة. بس كده اجيب معلقة واقلبها. ماشي. بنقلبها ليه؟ قلبتها يا جدعان. الفيديو خلص. الاختراع الفجر اللي هو عامله في الفيديو، تجيب ليمونه وتعصرها في ميه مغليه وبالهنا والشفا على قلبك. انا شايف ان في مجهود زياده منك ان انت صورت وعملت فكره فيديو كامله على ليمونه وميه. شكرا والله مجهود يحترم. وريني كده اختراعاتك التانيه. وصفة رائعة سندوتش. يا ابني انت قلت حاجه في الاول. وصفة ده هو كان لسه هيقول حاجه بس في حد شده، في حد قفل له التسجيل، في حاجه غريبه. رائعة سندوتش موز. هنجيب وصفه رائعه لسندوتش الموز. هنعمل سندوتش موز بوصفه رائعه. اختراعك بقى المره دي ايه؟ اسمه خبز قطعوه. ماشي يا جدعان. تمام. وادوه لحد هدية. نعمل السندوتش ده ونديه لحد هديه من كتر ما هو حلو يعني. شوف بقى الفكره في السندوتش. هنقطع الموز يا جدعان. قطعنا الموز. قطعت الموز. كل قطعه متساويه بالقطعه الثانيه، لو قطعه اكبر من القطعه الثانيه السندوتش هيبوظ منك، مش هينفع تديه هديه. ارميه بقى. قطعه. قشر الخبز يا جدعان. مش قطع العيش يا جدعان. انت عايز تنام طيب ومسقط ومضطر تنزل الفيديو ده، خش نام يعني. مش لازم تنزل الفيديو النهارده، ننزله بكره عادي. ليش يا جدعان ولا ياكل اشتراك عشان انا زعلان منكم انتوا توصلوا قناه اليوتيوب. هو كان في اخر الفيديو بيقول حاجه، ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك عشان انا زعلان منكم. لسه هيكمل في حد شده قافل الفيديو. انت بتشتغل ايه اصلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا محاسب. محاسب فين؟ بحاسب نفسي كل يوم قبل ما انام. تسالي مين ان هو محاسب؟ انت عارفه ان هو ما يعرفش 1 زائد 1 يساوي كام. معلش محاسب وخلاص. انت خريج ايه اصلا؟ مشيها بقى. خريج جامعه حقوق فنيه. جامعه حقوق فنيه واشتغل محاسب. طب المفروض تبقى طيار كده، ضحكوا عليك يا ابني.
هو عمل كليه من دماغه كده، كانت حقوق وفنون جميله ناخد منها فنيه، ويلا حقوق فنيه، يعني بدل ما بيكتب مرافعه بيرسمها. انت بتهزر صح؟ خريج معلش لسه صح والله. هم جايبينه كان على السرير، انت قاعدين في السفره، ايه اللي معلش لسه صح؟ المشكله ان الناس كلها عارفه ان هو كذاب وهو مكمل. خريج جامعة عين شمس ان شاء الله. كلية ايه؟ كلية عين شمس. كليه عين شمس، هو اتخرج من كل الكليات اللي في الجامعه، خريج جامعه عين شمس. كلية ايه يعني؟ تجارة، حقوق، ايه؟ حقوق واي حاجة؟ لا طبعا حقوق تخصص. الناس عارفه ان انا خريج حقوق اصلا. انت بتدرس ايه في حقوق؟ يعني قول لي كده المواد اللي كنت بتدرسها. خد الاصول وخد الجدعنه، خد الرجوله، كل ده في حقوق. حضرتك انت جاهله ولا ايه؟ انت كده كانت تقللي مني بقى. هي بقلل منك عشان كل حاجه يا ساره يعني. هو بتدرس ايه في كلية حقوق؟ دي سر؟ بدرس حقوق، انا محامي. دي اسرار حضرتك، قوانين ما ينفعش حد يعرفها غير المحامي. انت كرام بتطلع مع ناس جهله بجد، انت غريب. بس قايل لي انك محاسب. محاسب ممكن يبقى محامي، اللي انت دكتور ممكن. اللي انت ما تعرفوش بقى ان المحاسب ممكن يبقى محامي، سهله جدا. ايه الفرق ما بينهم؟ ده ارقام وده قوانين، هي فوق بقى وخليك في حالك، 1000 مرة انا قلت حالك فوق. ايه رأيك يا استاذ؟ فوق. ايه رايك يا استاذ؟ الكت بتاعته دي فجره، يعني انت تعرفش هو هيكت امتى. الصلاه على النبي، يعني ايه رايك؟ جو ساقعة والدنيا برد، شوارع ضلمة والناس في بيتها في دفا ونايمة في عتمة، محدش غيري بيكون صاحي، بفكر في بكرة مش عايزه يجي، انا حاسس اني هروح في سكرة، انا من كسرتي وبقضي ليلي في شوارع باردة، الناس بتبص عليا وبيقولوا العبيط عدى. يعني تاباني بعض الشعور بعد مشاهدة هذا الفيديو ان انا عايز استحمى، حاسس ان انا ملزق، حاسس ان انا ريحتي وحشه. البوست بتاع البنت اللي هتكسب الدرس، هغمض عيني ومش هبص على اي حاجه خالص، ادوس بس على الكومنتس اهو. يا رب ابقى دايسه صح. ما تقلقيش صح. مش عايزه اختار من الاول عشان انا عارفه انه ممكن يبقى كذا شخص عامل اكتر من 20 كومنت مثلا، فمحدش يتظلم. كملك. يلا خش على الواتس يلا. اهو انا عمال انزل عشان لو شخص عامل اكتر من كومنت واحد. زي كده مصداقيه فشخ. ايوه. 10 9 8 ايوه 7 شكل انستجرام اللي هيكسب. 5 4 3 2 1. ايوه هو التطبيق ده اللي كسب معانا. وانا كمان بحبك قوي بجد. يعني انتوا اصلا بتتمحنوا في الحقيقه، يعني ما تتمحنوا بقى في فيديو، هل هتختلف؟ هندفع اكتر برضه والله. ساعات كده بفضل اشكر ربنا ان هو حطك في حياتي. انت عوض ربنا ليه؟ ان شاء الله ربنا ليه. صح العلم. يبقى هي متوفيه، هي ميته وهو زعلان صح؟ يا بودن انا ظهري بيقشعر ليه؟ والله ظهري بيقشعر. ظهري مش ظهري بالظبط، هو جزء من ظهري بيقشعر. ليه طيب؟ ليه وصلتني الاحساس ده؟ لا في اشعاره نازله من عند ظهري كده. ليه دي بتقشعر؟ ليه بجد؟ والله العظيم بتقشعر بجد. انا اشعرت من منطقه غريبه يا بودي. الاحساس بتاع الفيديو وصلني بس في منطقه غريبه. ليه؟ كنت وحشني قوي. ايه ما تبصش ورا. الظابط بس تعالى بلاش هك. كزبره اتشهر بقى ليه شبيه كزبره. اي حد بتشهر النهارده تاني يوم اطبع له شبيه. والله لازم فكرته كزبره ولا شبهه فشخ. بيخرجوا نص شعرهم من الطرحه. يا اختي كنتوا مستسلين في 30 يوم رمضان، واول ما رمضان خلص يوم الوقفه رحتوا متفكين. طب ما تتقوا، انتوا مش لسه خارجين يعني؟ ولا هو مش رب رمضان رب الايام العاديه؟ ولا انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ بس التريقه يعني وكده ولا ده بجد ولا انت في ايه؟ بترسميها بالقلم. العيد ليه علاقه بالقاره؟ انت لسه خارجه من 3 هتنسختي من كتر اللي انت بتعمليه. جبت اخر الفيديو ما طلعتش بتهزر. حد بيقول لها امال دي باروكه؟ قالت لها لا البندانه. بس البندانه ازاي وفي خصله اهي؟ دي خصله حضرتك دي تناحه وغباوه في نفس الوقت ازاي؟ في فيديوهات كتير قوي يا جماعه لسه ما شفتهاش. انا وصلت المنشنات من يوم، احنا بقالنا اسبوعين مبطلين او اسبوع ونص، فنكمل الفيديو الجاي. ولو انت كملت في لحد الدقيقه دي يا ريت تروح في الكومنتات او كملت في لحد كام وصلنا بالظبط اكتر حته عجبتك في الفيديو، وهاكل الكلام. ها ميرسي فشخ انت كملت لحد دلوقتي. نزلنا الارض. باي باي.